السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا مع بعض طريقة تحضير كيك بالجزر او كيكة خيزو. كتجي واحد الكيكة مختلفة تماما على الكيك اليومي العادي، فيها واحد المذاق ما تقدروش تستغنوا عليه. فإلا جربتوها كونوا اكيدين انكم غادي تحضروها وتعاودوا تحضروها. انا من النهار اللي ذقتها ومن النهار اللي جربتها ضروري ما كتخطانيش كنحضرها مره ولا زوج في كل اسبوع. يعني راه كيجي فيها واحد المذاق اللي خطير. هي كيكه عاديه يعني ما فيهاش مكونات معقده او لا، ولكن راه باضافات بسيطه يعني كيجي فيها مذاق مختلف. تابعوا الفيديو من الاول الى الاخير باش تعرفوا المكونات وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجو 3 ديال الحبات ديال البيض. غادي نحتاجو كأس ديال السكر سنيدة او السكر الخشن ما يعادل 150 غرام، كأس الا ربع من الزيت النباتية 150 مليلتر. غادي نحتاجو 2 ديال الخيزويات اولا الجزر محكوك مبشور رقيق كيف ما شفتوا معايا، اللي كنعبروه بزوج ديال الكيسان، ما كتدكوش الكاس غير كتعمروه صافي. الوزن ديالهم تقريبا 200 غرام. نحتاجو كذلك 2 ديال الكؤوس ديال الدقيق 200 غرام، واحد 15 غرام من خميرة الحلويات بيكين باودر، وكذلك غادي نحتاجو معلقه صغيره من القرفه. هاد القرفه راه كتجيب فيها المذاق هائل وكتواتى بزاف مع الكركاع. هنايا عندي 2 معالق كبار اولا ديروا حتى نص كاس ديال الكركاع مهرمش اولا الجوز، كل وحدين يعني كل واحد هكا باش كيفاش كيسميه. وغنحتاجو كذلك واحد نص معلقه صغيره ديال الخل. في واحد الاناء كنوضع هذاك البيض، كنضيف عليه السكر. هنايا في هذه اللحظه هذه تقدروا تطحنوا المكونات في خلاط كهربائي وتقدروا تستعملوا غير الطراب اليدوي اللي بغيتو. انا هنايا طربت البيض باش كتزيد يعني الكيكه تطلع وكتجي مزيانه. وكنبقى نضيف داك الكاس الا ربع ديال الزيت شويه بشويه، ما كنضيفوش دفعه واحده. وانا مستمره هكا كنخلط حتى كندمج الخليط. كنضيف الدقيق على دفعات، يعني غنضيفو على 2 مرات. غنضيف شويه وغنضيف فوق منه الخميره باش يعني ما يبقاوش لي دوك التكتلات ديال الخميره. وكنضيف الدفعه الثانيه ديال الدقيق مع التحريك من طبيعه الحال حتى كنلقاو الخليط ديالي يعني اندمج. عاد باش كنضيف هذاك الخيزو اولا الجزر المبشور كيف ما شفتوا معايا. كنضيف عليه الجوز اولا الكركاع. قد ما كثرتوا الكركاع راه كيجيبها زوينه، يعني ما عنده ما يدير ليها ما يخسرها ما والو، يعني بلا ما تخافوا. وكنضيف ديك المعلقه صغيره ديال القرفه وصافي. هنايا باش ندهن المول كناخذ شويه ديال الزيت، واحد المعلقه هكا ديال الزيت النباتي، وكنضيف عليها نص معلقه صغيره ديال الدقيق وكندمج داك الخليط، يعني بلا ما تبقاو هكا تدهنوا المول بالزيت وعاد باش ترشوا داك الدقيق تتوسخ الدنيا. انا هنايا خديت هذا المول كيتفتح، درت ليه ورق الفرن او ورق الزبده من الاسفل، ومن الجوانب غادي ندهنوا بهذا الخليط هذا اللي حضرت معاكم. وصافي كنضيف داك الخليط ديال الكيك كيف ما شفتوا معايا في المول. هذه غير اختياريه، يعني الا بغيتو ترشيو هكايا من الفوق بمكسرات باللوز اولا الكركاع كما درت انا هنايا. الا ما بغيتوش راه كتخليو الكيكه هكاك يعني كتجي زوينه، غير انا كاضافه رشيت عليها هكذا شويه ديال الكركاع من الفوق. صافي كندخلوها للفرن بلا ما تشعلوش فرفاره، كنشعلو غير الفوق والتحت على 150 160 هكا على تطيب لكم الكيكه مزيان وما كتحرقش. يعني كتشعلوا الفوق والتحت، الا جهدتوا الحراره راه كتحرق وما كطيبش. صافي هنايا في التزيين زينتها بخطوط من الكراميل، مصاصات الكراميل وصاصات الشوكولاته. زينوها باش ما بغيتو اولا خليوها غير هكاك راه كتجي لذيذه بزاف. هذه هي الكيكه اللي حضرت معكم اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كنصحكم مره اخرى انكم تجربوها، الا جربتوها راه غادي تعجبكم بزاف هذه الوصفه هذه. ما نساونيش اللي باقا كتفرج في الفيديو حتى لهاد اللحظه هذه تسجلي اختي الاعجاب فضلا وليس امرا، وكذلك اللي ما متابعاش القناه مرحبا بك اختي، اشتركي وفعلي زر الجرس باش دائما توصلي بجديد الوصفات. نضرب لكم موعد ان شاء الله فيديو قادم مع وصفات قادمه، ودمتم في رعايه الله.